بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى الفيديو من عيار التقيل، توفير التوفير. كل حاجة هتبقى في البيت ان شاء الله، وهنعملها بكل سهولة. اولا عندنا هنا لفة سمبوسك. هتستغربوا طبعا ان الكيس ده كيس مكرونة سباكيتي، المكرونة العادية. ازاي السمبوسك هي محطوطة فيها؟ هقول لكم ببساطة وبكل سهولة ان انا اللي عاملة السمبوسك دي في البيت. يعني دي سمبوسك بيتي، مش مشتريها خالص. ولو عايزين الطريقة، انا كنت حطاها في الفريزر، بقول لكم شايفاها مورقة ازاي، مع اني لسه مطلعاها من الفريزر. سبتها بس تفك، وهي مفيش ولا واحدة لازقة في واحدة، كله زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ومعانا لحمة مفرومة متعصجة جاهزة. وهنا بقول لكم شايفين السمك عامل ازاي، رقيقة جدا. لو عايزين الطريقة ابعتولي في الكومنتات وانا ابعت لكم الطريقة. هنبدأ بقى بسم الله. كده فردنا السمبوسك، عملناها زي ما انتوا شفتوا كده مثلث، وهنلف بقى مثلث كده زي ما انتوا شفتوا الطريقة في الفيديو. واخر طرف زي ما بقول لكم كده، هنعمل واحدة قدامكم تاني دلوقتي اهي بالطريقة دي. كده نطلع راق، نقفلها كده على هيئة 7 زي القرطاس كده اهي، ونعبي كده اهي، ونفضل برضو اهي من الحرف ده للحرف ده، ده على ده. اخر حرف بقى هندخله من جوه كده، عشان لما نيجي نقلي في الزيت الحتة دي ما تطلعش. في ناس بتلزق بالعجينة، بس انا ما بفضلش الحكاية دي. يعني انا بفضل ان هي منها لنفسها كده اهي. هخلص بقى كل الكمية وارجع لكم تاني كلها. كده بقى يا حبايبي، بعد ما خلصنا اهو كله اهو، بصوا بالشكل ده. خلصت الكمية كلها اهي، بسم الله ما شاء الله. خلصتها بالطريقة دي. كده بقى نبدأ ندخل على الزيت نحمرها. اهو عندنا زيت في الطاسة على النار، نستنى لما تسخن، وبعد كده نبدأ هنحط من اني هنا ده منديل بنطلع عليه عشان يمتص الزيت، عشان ما تبقى الشاربة زيت. هنا بقول لكم بقى ان احنا هنحط على الجهة انهي الناحية اللي احنا مقفلينها زي ما قلت لكم كده، اللي هو الطرف اللي بندخله من جوه، هو ده اللي هنخليه من تحت. ومن فوق الوش العادي، عشان ما تفتحش معانا تاني في الزيت. لازما الطريقة اللي بقول لكم عليها دي ونحط واحدة واحدة كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده اهي. ما نقلبش بقى فيها كتير. اول ما تحمر من الناحية اللي هي الاولانية نروح قلبين، غير كده لا. ما نعرفش، ما نفضلش بقى سوري، ما نفضلش بقى نقلب ونعمل فيها عشان ايه ما تتكسرش مننا. اول ما الجنب يحمر اللي هو من تحت نروح قلبين من فوق، ياخد الجنب برضو التاني احمرار، خلاص نشيل على كده. ما نقعدش نقلب فيها يمين وشمال عشان ما تتكسرش. وهي ما بتاخدش وقت، هي بتحمر على طول بإذن الله. بس هو لازما في زيت يكون سخن زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي اهي، زي الجاهزة بالظبط، واطعم كمان من الجاهزة، واحسن من الجاهزة بكتير. على الاقل انت ضامنة انت عاملة ايه ومكوناتك ايه، النظافة ايه كده بقى. وغير اللي هي غالية برا بصراحة، لكن ديت من نص كيلو دقيق عملت الكمية اللي انتوا شفتوها دي. كده هي احمرت. بدأت بقى اطلع واحدة واحدة على المناديل زي ما انتوا شايفين، عشان المناديل دي بتشرب الزيت كله، فما بتبقاش شاربة زيت ولا فيها ولا نقطة زيت خالص. وهوريكم في الفيديو في الاخر القرمشة بتاعتها، وان هي مش شاربة زيت. هنرص كده كل الكمية اهي، وانا بقى احمر كل الكمية وارجع لكم تاني بعد ما اخلص الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم. وكده بعد ما خلصنا الكمية كلها، بص بوريكم دي بقى هي زي الجاهزة بالظبط. الجاهزة بتطلع فقاقيح كده، هي دي برضو. شوف بقى، هنقسم واحدة مع بعضينا اهي اهو، شايفين هشة و... ومقرمشة وبتدوب كده في البق. دي رشة بقدونس اهي بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ويا رب بالهنا والشفا وتعجبكم ان شاء الله. ولو عايزين الطريقة بتاع العجينة نفسها ابعتولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هبعت لكم الطريقة. عايزة بقى لايك وشير وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.